في معركة دلوقتي بين الألفي وأوبرا، فخلينا نشوف مين بيعمل قهوة أحسن من التاني. الألفي كان زحمة جدا، أنا رحت الجمعة الساعة 5 تقريبا، طلبت فلات وايت عشان انا ماليش في القهوه التركي. سعر الفلات وايت عنده ب 25 جنيه، واول مره اشوف السعر ده في بورسعيد، سعر رخيص جدا بالنسبه للسوق طبعا. فسبته بقى يعمل مشروب عشان الزحمه، ورحت الاوبرا. الاتنين قريبين من بعض جدا، على بعد خطوات يعني، هما اتنين في نفس الصف. اوبرا كان شبه فاضي، يا دوب فيه ترابيزتين بس، والباقي الترابيزات كلها فاضيه. طلبت فلات وايت سعره 80 جنيه، يعني اكتر من الالفي بثلاث اضعاف تقريبا. وادوني الايس كريم ده كومبلمنتري من المكان. حجم الكوبايه صغير حتى على الفلات وايت، هو الطبيعي الفلات وايت بيبقى اصغر شويه من الكابتشينو في الحجم، والمفروض دبل شوت في كل مكان ما عدا مصر. في نظام تاني هم هنا بيعملوه بتريبل شوت في مصر، بس اعتقد هنا الكوبايه دي غالبا دبل شوت يعني. طعم القهوه مر قوي، انا ما بحبش الطعم ده، بس في ناس بتحب المراره الزياده دي في القهوه. بس اعتقد ان هي الطبيعي ما تبقاش بالمراره دي، وخصوصا لو القهوه جودتها عاليه وتحميصها مظبوط. نرجع للالفي، الحجم اصغر واصغر، دي كوبايه القهوه التركي تقريبا. مفيش فوم نهائي، الفلات وايت بيكون فيه فوم اقل من الكابتشينو اي نعم، بس فيه فوم، بس ده مفهوش خالص. القهوه قعدت تدلق طبعا وانا ماشي، عشان مش معموله صح ومفيهاش فوم خالص. طعمها عكس اوبرا، طعم خفيف خالص، مش احلى اسبريسو في بورسعيد، بس شغاله بالنسبه للسعر. المعامله هناك مش الطف حاجه، بيردوا بالعافيه، الكاشير زعلان شويه مش عارف ليه. اي نعم المكان زحمه عندهم ضغط، بس برضه ايه مش مبرر. قولوا لنا مين الاحسن بالنسبه لكم، اوبرا ولا الالفي؟ اعتقد اغلب الناس هيقولوا الالفي، وده باين من الزحمه اللي عنده اللهم بارك. بس دي تجربه الالفي اوبرا. سلام.